مرشد بيقول لك ايه؟ ليه البنوك على طول بتعمل دعايه للحسابات والشهادات ومش بتعمل لصناديق الاستثمار اللي انت على طول بتتكلم عليها؟ تقريبا الكلمة دي لسه حد سألها لي في كومنت من كام يوم، وخليني أجاوب على الموضوع بشكل مبسط عشان الناس تفهم. بعيدا بقى عن الكومنت اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه ده، خليني أقول شوية أسباب منطقية وبسيطة جدا. السبب الأولاني مصلحة البنك. فلوس الشهادات اللي بتبقى موجودة جوه البنك هتفضل موجودة جوه البنك. البنك بقى بيكسب عليها فلوس، ولو أقرض عليها فلوس هيكسب عليها فلوس أكتر. لكن صناديق الاستثمار بشكل عام الفلوس بتاعتها بتروح على البالانس شيت بتاعه شركه اداره الاصول، وفي المقابل البنك بياخد شويه بينتس او شويه فك. السبب الثاني الكونفينينسي او السهوله. انا النهارده لما انزل اعلان او بيلبورد في الشارع اقول والله يا جماعه الشهاده بتاعتنا بتدي فايده ثابته اكس اماونت كل شهر، او بتصرف العائد بتاعها ربع سنوي، الموضوع بسيط جدا. لكن مش هينفع انزل اعلان للناس في الشارع بشرح فيه صندوق استثمار بسياساته الاستثماريه بالفيز بتاعته شكلها عامل ازاي بالريسك بروفايل بتاعه في اعلان مدته 30 ثانيه او يتحط على اوت دور ادفرتايزنج. السبب الثالث بقى الثقافه بتاعتنا، ثقافتنا احنا كمصريين. العميل المصري بيحب الفايده اللي هياخدها او العائد اللي هياخده يبقى مضمون حتى لو اقل شويه، بعيدا عن ان هو يروح مع صندوق مش عارف الاستراكشر بتاعه شكله عامل ازاي او سياسته الاستثماريه شكلها عامل ازاي، او ان العائد بتاعه متغير، مع ان ده في اوقات كتير جدا كان هو ده الصح. فالخلاصه ان البنك بيكسب اكتر بكتير جدا في موضوع الشهادات والقروض والمنتجات البنكيه، اكتر بكتير جدا ما بيكسب في صناديق الاستثمار. وبالتالي البنك بيروج لمصلحته، وده حاجه طبيعيه وما نقدرش نعيب على البنك فيها. لكن لو انت بتفكر بعقليه المستثمر اللي بجد، اكيد هتروح تبص على الصناديق، لان الصناديق غالبا بنسبه كبيره جدا هتديكي فرصه افضل، او هتدي اي حد فرصه افضل عشان يحقق عائد اعلى على المدى الطويل. بقى في زي ما قلت كده دايفرسيفيكيشن كبير قوي، صناديق نقديه وصناديق ذهب وصناديق اسهم، في منها التقليدي وفي منها اللي مطابق لاحكام الشريعه. فاختار اللي انت عايزه بشكل بسيط جدا وبس كده.